نسبة وفاة 60%. ممنوع لأصحاب القلوب الضعيفة. أخطر السباقات في العالم، أكثر من 200 حادث وفاة. السباق ما كيدخلوش أي واحد حتى إذا كان محترف. ديروا الكاسك ديالكم ولبسوا اللبسة كاملة، حيت غندخل بكم في سباق اللي كيخافوا منه كل المتسابقين، وفي نفس الوقت كيتمناو بزاف ديال المتسابقين يشاركوا فيه. الخوت السلام عليكم، فايت درت فيديو شورت على هاد السباق، وكنت وعدتكم انني غندير فيديو كامل على هاد الجزيره، حيت ما كان حتى شي عربي دار عليها شي فيديو، مع انها مثيره للجدل. غتعرفوا في هاد الفيديو امتى بدا هاد السباق والمسار ديالو وشروط الانضمام ليه، وعلاش باقي كيتنظم لحد الان، وعلاش هو اخطر مضمار سباق في العالم. بسم الله نبداو. وطبعا الا شفتي هذا الفيديو من الانستغرام دوز اليوتيوب باش تشوف الفيديو كامل، وحتى الا كانت عندك غير المسته راه كاين الفيديو في فيسبوك واللينكات تلقاهم في ستوري. بدا السباق في 1907 في جزيره مان اللي جات بين ايرلندا وانجلترا، وكيتعتبر من اقدم سباق الدراجات الناريه في العالم. هو في الاصل جا كبديل لسباق السيارات، كان كيدار في الطرق العامه في بريطانيا وحضروه بسبب السلامه. المسار ديال السباق طبعا اخطر ما يكون، حيت هو في الاصل الطريق كيمشيو فيها الناس والسيارات في الوقت العادي، وداك الوقت ما كيكونش السباق كاين. الطول ديال المضمار 97 كيلومتر تقريبا، وكاين ثلاثه الانواع ديال الفيراجات في هذا السباق. اولا الفيراج الحاد، يعني الفيراج ضروري تنقص السرعه لاقل من 40 وتقريبا كيفوت 90 درجه. ثانيا الفيراج بولتاوي، الفيراج كيطلب الاحترافيه بزاف. Is a heck of a rider, but that is no one's business. Oh my goodness, I have not seen anyone save a moment like that in a. والنوع الثالث هو الفيراج السريع. هذا الفيراج كيكون واجب على المتسابقين يدوروا فيه باكثر سرعه ممكنه. دابا ندوزو للشروط. اولا ترخيص السباق، ثانيا الخبره والتجربه، يعني فايت دزتي في سباقات قبل منه. ثالثا التسجيل، خاصك تسجل قبل شهور في الموقع ديالهم اولا الجزيره نيت. رابعا تكون عندك دراجه ناريه مناسبه للقواعد ديال المشاركه، حيت كما قلت لكم كل سباق كيحط القوانين ديالو الخاصه، سواء في قوه محرك او نوع البنوات وحتى في وزن الدراجه. خامسا التدريب، كيفرضوا على المتسابق يتدرب في جزيره مان باش يحفظ جميع الطرقات والفيراجات واي حاجه. سادسا واللي حاجه باينه، تلبس جميع معدات الامان بالكاسك حتى البوط ديال الرجلين. سابعا تامين كامل الى الله يحفظ وقعت لك شي حاجه. الشرط الاخير هو يكون معك فريق دعم اللي كيعاونك ويتواصل معك الا طرات لك شي حاجه او لا طرات شي حاجه في الدراجه ديالك. دابا ندوزو لعلاش باقي كيتنظم لحد الان. السبب باين انه عليه اقبال كبير، زائد هو اللي هز الاقتصاد ديال الجزيره. طبعا من العام لعام كيتنظم هذا السباق، كيجيو الالاف من الجمهور، وطبعا كيكونوا انشطه اخرين من غير السباق بحال الالعاب والمهرجانات، ولكن كيبقى السباق اكثر حاجه كتجذب الجمهور. والحاجه اللي صدمتني في هذا السباق انه كاين سباق حتى للدراجات الكهربائيه. هي وهكا كيفاش كيكون. دابا قولوا لي فين هي المتعه بلا صوت. وطبعا كيشاركوا حتى السيارات والدراجات وتقريبا كلشي في هذا السباق. ودابا علاش هو اخطر سباق في العالم؟ حيت بكل بساطه فيه اخطر الفيراجات. الطريق ماشي مصممه خصيصا للسباق. في الفيراجات بحال الموتو جي بي كيكون بعيد عليك الحيط، وحتى كتكون واحد الرمله حتى الا طحتي كتزلق فيها بعدا، يعني الا طحتي كتسلم على التريطوار ديريكت. عاد تزيد القوات ديال هاد الحار، عاد تزيدك الفيراجات في الجبل، الا غير طرالك شي مشكل في الفران غتلقى راسك كضرب الاوفرود. المهم كلشي كاين في هاد المضمار الى الامان. عاد تزيد الناس كيخرجوا راسهم باش يصمكوا ودنيهم. تعرف شكل هاد الحب ديال المطر. السباق كيتندم في شهر يونيو، يعني فات دابا، يعني ما عليكم غير تسناو حتى العام الجاي وتفرجوا فيه. نتمناو يديروا شي حاله بهاد السباق في المغرب واخا غير صغيره. ودابا نخليكم مع واحد متسابق سولوه علاش نتوما كتشاركوا في هاد السباقات رغم انه خطير. تهلاو. You think about it, to be honest, you know, there's dangers in everything you do in life, and I suppose, you know, as long as you're having fun, you know, if you thought about how dangerous everything was, then you wouldn't do it, would you? So